بسم الله الرحمن الرحيم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم. الشاهد أن الدعوة إلى الله عز وجل أشرف عمل على وجه الأرض. تمام. لذا هذه مكانة الدعوة، هذه مكانة الدعوة عند الله عز وجل، عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تمام. لذا جعلها الله تبارك وتعالى فريضة على الكل، على أمة محمد صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. ليه؟ لما؟ الأمة هي الأمة الخاتمة أو الخاتمة، يجوز الاثنين. نعم، تمام. هي آخر الأمم. طيب. وقد شرف الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة، بوظيفة الدعوة والبلاغ، وأبقى فيها هذه الفريضة لتظل الأمة مبلغة عن الله تبارك وتعالى أهل الأرض، لا أقول أهل الإسلام، أهل الأرض قاطبة، أهل الأرض قاطبة، مسلمهم وغير مسلمهم. فالأمة في الأرض أمة دعوة. تمام. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليها أن تدعو أهل الأرض. قال الله عز وجل، لأن الأدلة من القرآن والسنة قد دلت على الوجوب وعلى الفرضية. تمام. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. تمام. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تمام. الحافظ ابن كثير يعلق على هذه الآية فيقول: ولتكن منكم أمة منتصبة للأمر بالمعروف، للقيام بهذا الشأن، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإن كان ذلك واجبا على كل مسلم، على كل فرد بعينه، كل بحسبه. كل بحسبه. كل بحسبه. إذن كل فرد بعين، هذا فرض عين. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فرض عين على كل مسلم، لكن كل بحسبه. بمعنى فصل هذا العالم الدعوة إلى الله فرض عين عليه بالعلم إن آتاه الله العلم، ولا يوجد في المكان من يبلغ عن الله ولا عن رسوله، فتصبح الدعوة إلى الله فرض عين على هذا العالم، وإن تقاعس فهو آثم، يأثم. بل إن تركت الأمة كلها الدعوة والبلاغ فالأمة كلها آثمة. الله أكبر. وينفي الإثم عن الأمة بعض العلماء والدعاة الذين ينتصبون للدعوة والبلاغ. هل تدبرت مكانتهم؟ مرة ثانية. رائع. ينفي الإثم عن الأمة انتصاب بعض العلماء والدعاة الذين يقومون بواجب الدعوة والبلاغ. أي شرف هذا! أي شرف هذا!